السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله كده هاخدكم النهارده في اليوم بتاعنا. هنروح شاطئ الغرام. احنا هنروح عن طريق المعديه وهنرجع عن طريق الميكروباص، وانا اخترت كده عشان اوريكم ايه الطريقتين اللي ممكن تروحوا بيها. انما انا عن نفسي اسهل لي واحسن لي ان انا ارجع بالمعديه لانها اقرب من الشقه اللي انا واخداها. بصوا احنا كده في المعديه بعد فندق غزاله اللي كنت عملت لكم فيه فيديو. ماشي. هنمشي كده ونشوف المعديه اخبارها ايه. هو المعديه برضو رخمه في الطلوع والنزول، تمام؟ يعني انا كنا رحنا برضو من يومين، بس رجل جوزي طبعا اتعورت، اتفتحت كلها بسبب النطه بتاعه المعديه دي. طيب هي المعديه عامله كام؟ المعديه عامله 10 جنيه رايح و10 جنيه جاي، ودخول شاطئ الغرام عامل 80 جنيه. هقول لكم برضو الاجواء. احنا المره اللي فاتت لما رحنا كان في عركه جامده جدا عند المعديه في الرجوع، فلو هترجعوا بالمعديه ترجعوا في حدود الساعه، يعني ما تزيدوش عن 5، لان بيبقى في تكدس جامد جدا والناس بتتزاحم يعني وبتتدافع. وطبعا في واحد من الاسره اتعارك مع بتاع المعديه. طبعا انا مش هطول عليكم، فيا ريت ما تتاخروش عن الساعه 5 بالله عليكم، عشان لو معاكم اطفال. ولو هتركبوا المعديه ما تاخدوش شنط كتير، يا دوبك الفطار بتاعكم عشان تبقوا سهل معاكم الرحله بتاعتكم وكده. هنبتدي اهو نركب ونشوف الاجواء تبقى عامله ازاي. ايهاب تعبان، عينيه كده مطلعه زي التهاب وبطنه وجعاه خالص. النهارده اخر يوم في النوة. بحر عالي، بحر عالي جدا. بالظبط كده هقول لكم الطريق من المعديه لحد شاطئ الغرام خد كام ثانيه بالظبط، كام دقيقه. الصبح انا عندي معنا غزاله وقوات الجويه. الصبح اهو ده شاطئ غزاله. بصوا غزاله، طب ما يجيب الباقي كله. شاطئ غزاله اهو. تعالوا كده اوريكم الناحيه التانيه. دي الناحيه التانيه بقى كده واحنا داخلين على شاطئ الغرام. بصوا الجزء ده كويس، مش حلو ومش وحش، بس احنا بنحب نقعد الناحيه التانيه ناحيه البحر المفتوح. لو لقينا النهارده، عشان النهارده اخر يوم في النوم، لو لقينا الموج عالي هنضطر نقعد الناحيه دي لانها طبعا مغلقه كده، فهتبقى احن شويه على الاولاد وامن. بس انا هوريكم بقى منطقه جميله جدا جدا في شاطئ الغرام هتعجبكم قوي قوي. وهنشوف كده، نحاول نصطاد بالشبكه الغريبه العجيبه اللي اياد اشتراها وما عملتش بفلوسها دي، ونشوف الدنيا هتوصلنا لحد فين النهارده. قضوا اليوم معانا ان شاء الله هتستمتعوا. بدل ما نقعد ننط على سلم، والسلم دي فيها رزه حلوه كده. اصل احنا المره اللي فاتت رجلنا اتعورت. اسهل، بس بدل ما نركب سلم وننزل على السلم معانا اطفال. حاجه غريبه يا ولاد.
الشاطئ الناحيه التانية ما فيهوش شماسي خالص. اما نشوف كده يمكن انا بتهيألي. صدقوا ما فيش شماسي، مفيش شماسي محطوطه. بصوا يا جماعه النازله بتبقى صعبه قوي، فاحنا نطينا المركب دي عشان ننزل. خلاص هنبتدي نخش بقى. بصوا زي ما انا قلت الناحيه دي تمام والناحيه دي، بس النهارده عشان اخر يوم في النوه. الحمد لله بقيت كويس. الف سلام عليك يا حبيبي. النهارده عشان اخر يوم في النوه يا شباب، فبصوا قافلين الشاطئ اللي كنا نازلين فيه، ممنوع النزول. خلاص احنا هنخش كده ونشوف الدنيا فيها ايه. طيب بصوا يا جماعه احنا رجعنا تاني في المعديه علشان طبعا النهارده اخر يوم في النمه، فهم قافلين الناحيه التانيه من البحر زي ما انتم شايفين كده، والناحيه دي شغاله، والناحيه دي غويطه جدا جدا، فانا خفت على الاولاد بصراحه يعني. تمام فاحنا هنرجع دلوقتي بقى ومش عارفين بصراحه احنا هنروح فين بامانه يعني. احنا من ساعه النوه دي ومفيش نزول خالص للبحر، وهنرجع كده ونشوف هننزل فين. كملوا معانا كده الفيديو وكملوا معانا يومنا. بصوا معظم الناس اللي نازله معظم الناس اللي جايه دلوقتي بتاع ده هيرجعوا تاني، لان في ناس كتيره رجعت معانا. بصوا اهي البحر حلو وكل حاجه، بس الاطفال لحد مثلا 12 سنه هيفضلوا قاعدين على الشط، لان مجرد خطوه واحده بس هتنزلوا زي حفره كده عميقه. بصوا لو تلاحظوا من هنا هوريكم، بصوا الميه الشفافه دي كده الرمله عاليه فيها، اول بقى ما بتبتدي تغمق الخضراء فالزرقاء دي معناها عميقه جدا. فبصوا على الشاطئ زرقاء فمعناها عميقه، حتى كل اللي بيعوموا لو تلاحظوا لابسين عوامات. فانا الصراحه معيش عوامات وكده عشان قلت اخف الشيله وكده، بخلاف كمان الفيران اللي كانت في الشقه اكلت العوامات ارقضتها واحنا نايمين. فبصوا احنا هنرجع كده. بصوا ده شاطئ الغرام النهارده اهي، فاحنا كده هنرجع. بصوا طبعا في زحمه وتكدس لان معظم مطروح جايه كيلوباترا، جايه اللهم صل على النبي الغرام. محافظ مطروح قافل شاطئ الأبيض وقافل كل الشواطئ العامة.